السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لي على هذا القط التأخر على الفيديوهات في القناة، يعني بزاف وليت تنزل في الانستغرام ديالي، وليت تنزل في التيك توك فيديوهات قصيرة اللي تنشوف ان الناس يعني ولاو معتمين بزاف في المشاهدة لا في التيك توك ولا في الانستغرام. داكشي علاش ما بقاش تنزل هنايا في اليوتيوب. اليوم ان شاء الله جيت بغيت نهضر لكم على واحد السيروم اللي من احسن يعني عنده واحد النتيجة جد فعالة. يعني كان عندك كلب او لا تصبغات اثار ديال الحبوب، سيكاتريس نتاع الحبوب او لا سيكاتريس نتاع شي حرقه كانت فيك او لا شي نبشه كانت في وجهك وخلات لك سيكاتريس ديالها، شي طاش وبقى لك يعني لاطار كيف ما كان النوع ديالو، تصبغات ديال الشمس، اي حاجه كان اللي هو السيروم ديال نيوتن ايزيست بارما. هذا السيروم هذا الثمن ديالو تيدير الثمن ديالو مرتفع، ولكن النتيجه نتاعته جد فعاله. هاد السيروم علاش غني لنا باحماض ديال الفواكه اللي تيقوموا بالتقشير ديال البشره، غني بحمض الجليكوليك وحمض الساليسيليك اللي عندهم واحد النتيجه جد فعاله. تنستعملوه اول حاجه مره واحده في الليل، يعني تستعمل بالليل فقط على البشره اللي تتكون لنا. تنظفوا اول حاجه البشره، تنبغيو نديروه عاد تنستعملوه، يا اما تمشيو تنستعملوه ديريكت فوق البلايص اللي عندنا فيهم لي طاش. سينو الا كانت عندكم البشره اللون تاعها ما موحدش وعندكم البقع منتشرين تقدروا ديروه على البشره كامله، ولكن خصكم تردوا البال الا بغيتوا تستعملوا هذا السيروم هذا. هي اشنا هي خصكم الا كنتو تديروا ديغوماج هكا قوه لي غوماج بزاف لا تحيدوهم، كنتو يعني دوك المقشرات تحيدوا قوه المقشرات، لا الحمام ما تحكوش وجهكم بالكيس نهائيا، تحيدوا الحكان في الحمام. تحاولوا النهار اللي تجيو من الحمام ما ديروش كاع الا كان الوجه ديالكم متهيج او الوجه ديالكم حساس او الوجه ديالكم فيه شي حبوب بزاف او لا فيه شي حساسيه كثيره ما ديروش. يعني تيخصو يدار على البشره اللي تتكون عاديه. البشره الحساسه من الاحسن ما يستعملش ليها حتى تكون البشره عاديه. بالنسبه للنتيجه ديالو 28 يوم تيقوم بعلاج ديال لي طاش ديال ليكم كيف ما كانوا. يمكننا نستعملوه الوجه، العنق، اليدين، لي زيسيل يعني تحت الاباط، المايو، يعني اي بلاصه كانوا عندنا بقع داكنه وكان الامر مستعصي انها تعالج، يمكن لكم تستعملوا لها هذا السيروم. نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوه عن قرب. السيروم ديالنا هو هذا كيف قلت لكم انه غني لنا بحمض الجليكوليك وحمض ساليسيليك اللي تيقوموا بواحد التقشير يعني خفيف للبشره. كذلك انه تيقوم منين تيكون واحد التقشير خفيف للبشره يعني انه تيقوم بعلاج التصبغات، كما انه تيمنع لنا انتاج داك تيمنع داك الانتاج المفرط للميلانين. تنعرفوا ان البشره الا كان داك الانتاج كثير ديال الميلانين راه هو تيدي لنا داك التصبغات، هو تيحد من انتاج الميلانين. كيفي الا كانوا ترماو لكم كاع دي طاش، كاين الناس اللي تيخرجوا لهم واحد البقيعات نقيطات تيترماو لهم هكا كي بوحديتهم مع الشمس تيخرجوا لهم بقيعات قهويا او لا شي حاجه. دونك واستعملتوا هذا تديروه ديريكت. كيف قلت لكم كاينين الناس اللي تيخرجوا لهم دي طاش هكا قهويين مع الشمس، يعني مع التعرض للشمس تيترموا لهم واحد البقيعات. هذاك راه الانتاج يعني ديال الميلانين تيكون كثر هنا، تيدي لنا دوك البقع. تمشيو تديروا هذا السيروم الا كان الوجه ديالكم صافي، تمشيو هذا السيروم هذا تديروه ديريكت ديك نقيطه فوق دوك البليصات اللي عندكم فيهم البقع. من الليل تتلاحظوا على ان نهار على نهار غادي يختفي نهائيا دوك لي طاش. يعني تنقول لكم فعال، راه جد فعال، ولكن ضروري من الواقي الشمسي الصباح، وضروري من واحد لو جيل موسونط. يعني ماشي تفيقي الصباح وتغسلي وجهك بالماء وتنوضي في حالته وتقولي صافي راني نظفت وجهي. الا غسلتي وجهك بالماء راه كي ما غسلتيش وجهك، لا كيخصك واحد لو جيل نيتوايون او لو جيل موسونط او لا سافوناج، يعني الوجه ديالك مزيان. تغسلي وجهك مزيان بالصابون باش انك داك السيروم تحيديه من البشره ديالك مزيان. ومن بعدها تديري المرطب ديالك وتديري الواقي الشمسي ضروري، ولو انك ما خرجاش للشمس، جالسه هي في الدار يعني جالسه هي في المنزل ديالك، تديري الواقي الشمسي ديالك، حيت الاشعه راه
منين تتعرض لها الوجه ديالك، منين تتعرضي لها من الشمس، دوك الاشعه راه تقدر يرجع لك داكشي بحاجه عكسيه. دونك هذه هي النصيحه، يديروه بنات الدراري اي واحد يقدر يستعمله، ما فيهش يعني مواد اللي تقدر تاثر على الواحد. هي انا قلت لكم طريقه ديال الاستعمال ديالو، انكم تستعملوه مع الواقي الشمسي وتردوا البال، ما ديروش معاه دي غوماج ماسكات، ما تبقاوش تخربوا معاه. الا درتوه هو تحبسوا. الا كنتو تديروا شي سيرومات ديال التبييض او لا كريمات ديال التبييض او لا سيرومات نتاع على فيتامين سي او لا شي حاجه، تحبسوا داكشي اللي تديروا، تكتفيوا بالمنظف ديالكم، تكتفيوا بالواقي الشمسي وبالكريم المرطب وبهذا. يعني ما تبقاوش تتخلطوا، حيت الناس اللي تتهيج لهم البشره مع هذا السيروم هما اللي تيبقاو تيقويو على البشره ديالهم بزاف. تيكونوا تيديروا هذا السيروم، يمشيو يديروا سيروم ديال لا فيتامين سي، يمشيو يديروا تقشير بواحد بحال بحمض الجليكوليك بواحد 2 المرات في السيمانه، ولا تيمشيو تيديروا حوايج اخرين. دوك الناس هما اللي تتهيج لهم البشره ديالهم. اما الناس اللي خداو هذا بوحديته، خداو معاه منظف مزيان وواقي شمسي ومرطب، هاد الناس راه ما يخافوش على البشره ديالهم نهائيا. دونك ما تخلطوش معاه حويجات اخرين، هذا راه غادي ينقي لكم البشره ديالكم. كيف قلت لكم كلف كان مستعصي، اثار ديال الحبوب، اثار ديال الحروق، اثار كانت فيكم كزيمه او لا خرج فيكم ولا نض فيكم بوشويكه بحال هكا. الناس كاين الناس اللي يكبروا عاد تيجيهم بوشويكه وتخلي لهم لي طاش ديالهم، يعني الاثار كيف ما كان ديال البقع وكان مستعصي انه يتعالج. راه هذا السيروم هذا غادي يعالج لكم 100%. يعني انا متقنه. تبعوه من 28 يوم، تمشيو بالعلاج حتى 3 شهور على حساب الحاله ديالكم. وتقولوا لي دابا وسخوا الحال واش نقدروا نستعملوه؟ يمكن لكم تستعملوه، ولكن كيف قلت لكم تردوا البال الا استعملتوه بهذه الاحتياطات اللي قلت لكم، راكم ما تخافوا والو. الا درتوا هذه الاحتياطات اللي راني قلت لكم، راكم ما تخافوش من التهيج ديال البشره نهائيا. كنتو استعملتوه لربما كاينين سيدات اللي استعملوه ونفرض انك استعملتيه ولا قلت ليه وجهك صبح لك حمر وتيحرقك، اشنو ديري؟ سيكابلاست. تديري معاه في المرطب اللي تقدري ترافقي معاه سيكابلاست بوم بي 5، تديريها على وجهك كامل، ومن فوقها ديري ليكرون هكا، راكي غادي تحافظي على وجهك. هادشي في حاله ما سيدات الا داروه حمار لهم وجههم وبدا تيتقشر لهم اولا شي حاجه، ديروا سيكابلاست بوم بي 5 نتاع لا روش بوزي، هي اللي ديروا معاه. انا نوريها لكم، ها هي راني ديجا كنت درت لكم عليها فيديو، ورجعوا شوفوا لا فيديو ديالها. هذه اللي فيها الاس بي اف، كاينه اخرى اللي بلا اس بي اف. هذه هي اللي تقدروا ديروا معها الا في حاله ما الا بدا تيقشر لكم وجهكم او لا بدا تيحمر لكم وجهكم. تنتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف على خطيكم. تنتمنى انكم تحطوا لي في التعليق اشنو بغيتوني نهضر لكم عليه، اشنو الفيديو الجاي. وسمحوا لي على هذا التاخر هذا، تنحماق عليكم، تنبغيكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.